ازيكم؟ استكمالا للحلقات اللي فاتت وعشان نحقق هدفنا في تنشئة كلب سوي، النهاردة هنتكلم عن اهم 5 حاجات تعود وتدرب كلبك عليها اول ما تجيبه البيت. رقم 1: تنظيم الوجبات. الكلب بياكل مرتين فقط في اليوم، مش اكتر. مرة الصبح اول ما يصحى ويعمل حمامه، ومرة بالليل قبل ما ينام بساعتين او 3. ما تسيبش الاكل قدام كلبك طول اليوم، بس لازم يكون قدامه طبق ميه طول اليوم يشرب منه وقت ما يحتاج. عوده على مكان الحمام. اول ما يصحى الصبح تاخده على مكان الحمام، وبعد كل وجبه تقريبا من نص ساعه لساعه خد كلبك للمكان اللي انت عايز يعمل حمام فيه، واخر مره دايما بتكون قبل ما ينام على طول. واول ما يعمل حمام مكافئه في ساعتها عشان يعرف انه عمل حاجه صح. ما تنساش ان تنظيم الاكل اهم عامل في تنظيم الحمام. رقم 3: عود كلبك على الناس والاصوات والحيوانات التانية، ودي خطوة مهمة جدا جدا. لما تاخد كلبك تمشيه لازم يكون مربوط بسلسلة، ولازم تعوده على كل حاجة حواليه زي العربيات والاصوات العالية. خليه يروح يسلم ويلعب مع الناس، ولكن تحت اشرافك والوقت قصير. خليه يشوف كلاب تانية حجمه واصغر منه واكبر منه، وخليه يلعب معاهم، بس لو الكلاب التانية نفس سنه وما عندهاش شراسة. رقم 4: الثواب والعقاب. لو كلبك عمل حاجة صح وعجبتك كافئه، ولازم يكون في ساعتها عن طريق تريت او حتة اكل صغيرة، او حتى طبطب عليه والعب معاه بنبرة صوت فرحانة. ولو عمل حاجة غلط اوعى تضربه، ولكن زعقله بصوت عالي وقول له لا، وغير نبرة صوتك، ولازم تكون جدي لان الكلاب بتفهم نبرة الصوت. ودايما خلي كلمة او جملة لازمة للثواب وجملة لازمة للعقاب عشان كلبك يتعود عليها ويفهمك. رقم 5: اخيرا وليس اخرا، اهم حاجة من اول يوم تجيب فيه كلبك تعرفوا انك القائد في العلاقة بينكم. عقلية الكلاب مختلفة تماما عننا. الكلاب عندها عقلية القطيع، وده معناه ان كلبك يا هيشوفك انت القائد بتاعه او هو القائد بتاعك، وده شيء هيتعبك جدا جدا لو كلبك مش شايفك كقائد، وخاصة لو كان كلب حراسة او كلب من انواع الضخمة، لانك هتفقد السيطرة عليه. ببساطة جدا عشان تبقى القائد على كلبك انت دايما تقوله يعمل ايه وامتى. كمثال، لو هتاخده تمشيه تفتح باب البيت وانت تطلع من الباب الاول وتقول له يقعد، وما تخلوش يطلع الا لما يقعد، وانت تديله الامر انه يجيلك. طبعا ده هياخد وقت خاصة مع الجلاوي الصغيرة. مثال تاني، قبل كل اكلة خليه ينفذ امر، اقعد او تعالى او خليه هوهو او يسلم عليك، وبعد كده تديله الاكل. واهم حاجة هو بياكل في نص الاكل تشيل الاكل من قدامه وتخليه يقعد، وبعدين تديهوله تاني، وده هيعرفه انك انت القائد. وكمان ده بيمنع الشراسة وقت الاكل اللي بتبقى عند معظم الكلاب. شكرا للمشاهدة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. سلام.